السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي طلاب الصف الأول الإعدادي، عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله معانا الجزء الثاني من الدرس الأول اللي بيكون بعنوان القوى والأسس. هنتعلم إيه في الدرس ده؟ قبل ما أقول لك هنتعلم إيه في الدرس ده، محتاجين إن إحنا نرجع نفتكر الدرس اللي فات كان بيتكلم على إيه؟ كان بيتكلم على الأسس وإزاي أنا بعبر عليها، ومثلا لما كان يقول لي 2 أس 5، فدي مثلا كانت عبارة عن 2 في 2 في 2 في 2 مضروبة في نفسها 5 مرات. ولما كان يجي يقول لي مثلا عندي -2 أس عدد زوجي، ولما كان يجي يقول لي -2 أس عدد فردي، ولما كان يجي يقول لي -2 بالشكل ده. طبعا ديت قلنا المحاضرة اللي فاتت أو الحصة اللي فاتت إن طالما الأس زوجي ما بيحبش سالب تحت القوس فبيشيله. لو الأس فردي ما عندوش أي مشكلة فبيسيبه -2 أس 3. ولو هي بره القوس بالشكل دوت بتفضل زي ما هي. طيب، خدنا برضو الحصة اللي فاتت إن أي حاجة أس 0 1، أي حاجة أس 0 1. وخدنا كمان الحصة اللي فاتت إن لما يكون عندي الأس سالب كنت بعمل إيه؟ كنت بشيل الأس السالب وأشقلب اللي جوه. جميل جدا. حصة النهاردة حصة سهلة جدا جدا جدا، عبارة عن قانونين بس. فتعالى أول حاجة نعرف إيه هما القانونين دول. واحد اسمه قانون وات، بسم الله الرحمن الرحيم. قانون، يا الله، الضرب. قانون الإيه يا شباب؟ قانون الضرب. ايه هو قانون الضرب؟ قبل ما اقول لك على القانون، تعالى نحسب انا وانت المسألة دي. طب خلاص روح. بسم الله، بسم الله. 3 3 أس 2 اما اجي اضربها في 3 أس 3، دي عبارة عن ايه؟ قبل ما نروح نفك وتقول لي يا مستر 3 أس 2 دي اللي هي 9، و3 أس 3 اللي هي 27، واضربهم في بعض، انا مش عايز كده. انا عايزك تفكر فيها في حتة تاني. 3 أس 2 اللي هي 3 في 3، ممتاز. و3 أس 3 اللي هي 3 في 3 في 3. لاحظت ايه؟ ايه ده انا عندي هنا تلاتات كتير، انا خدت 3 واحدة وجيت اعدهم لقيتهم 5 تلاتات. الله. طب تعالى نحسب واحدة تاني كده، عشان في حاجة يا مستر جت في دماغي، اتمنى ان هي تكون صح. طيب تعالى يا صاحبي نشوفها مع بعض. قال لك مثلا 4 أس 3 مضروبة في 4 أس 2، فهنا 4 في 4 في 4 اللي هي 4 أس 3، في 4 في 4 اللي هي 4 أس 2. فجيت أبص لقيتهم إن هي 4 متكررة 5 مرات. الله. ده لما دي كانت 2 ودي كانت 3 الأس اللي بره طلع 5، ولما دي كانت 2 ودي كانت 3 الأس اللي بره طلع 5. طب ما هو أنا مثلا ممكن أجي أقول 6 أس 1 اللي هي ممكن مكتبش الأس ده عادي، وأضربها مثلا في 6 أس 3، فدي عبارة عن الستة الأولانية زي ما هي، والستة التانية هضربها في نفسها كم مرة؟ 3 مرات. فإيه اللي لاحظته؟ لاحظت إن الستة أهي اتكررت 4. الله. ده أنا لما باجي أضرب حاجات متشابهة، إيه اللي بيحصل للأسس؟ بتتجمع. وده القانون اللي الراجل قالك عليه. قالك إيه أس إن أما تيجي تضربها في إيه أس إم بتطلع عبارة عن إيه أس إن زائد الإم. الله. يعني لما باجي أضرب 2 أساسات يكون نفس الأساس والأسس مختلفة أو الأسس متساوية مش هتفرق، بعمل إيه في الأسس؟ بجمع الأسس. يعني في حالة الضرب بجمع الأسس، في حالة الضرب بجمع الأسس، في حالة الضرب بجمع الأسس. اديني مثال يا مستر عشان أكون إيه اتمزجت. هقول لك 7 أس 8 أما أجي أضربها في 7 أس 4، أما أجي أضربها في 7. إيه ده؟ ده أكتر من 2 يا عم، عادي هي هي.
فاحنا قلنا في حالة الضرب بنعمل ايه في الأسس؟ بنجمعها. فادي السبعة، الأسس 8 و4 و1، متنساش 8 زائد ال4 زائد ال1، تطلع معاك 7 أس كام؟ 7 أس 13. 7 أس 13. لو انت رحت على الآلة الحاسبة ضربت دول في بعض هيطلع لك ناتج، ومسكت دي حطيتها على الآلة الحاسبة هتطلع لك ناتج، هتلاقي إن النواتج شبه بعض. طب تعالى ناخد مثال كمان. جه مثلا قال لك 7 أس 2 مضروبة في 7 أس 3، دي هتساوي إيه؟ أيوة المستر قال لي طالما الأساس هو الأساس ينزل أساس واحد، وفي حالة الضرب بجمع الأسس، يبقى 7 أس 5. ولد شاطر جدا وممتاز، ياخد نجمة. طيب بعد كده مستر جه قال لي إيه؟ يا الله، حلوة دي. لما أجي أقول لك مثلا 5 أس 2 وأجي أضربها في 5 أس 7، حلو. المستر قال لي الأساس هو الأساس فبينزل الأساس أهو، وبعد كده ده الضرب، يعني أنا بعمل إيه في الأسس؟ بروح أجمع الأسس 2 و7 9. دي فيها مشكلة يا عمو؟ قال لي لأ. قلت له طب تعالى معايا ونروح للقانون التاني. قال لي إيه ده، هو في قانون تاني؟ قلت له آه. هو إيه؟ قلت له قانون القسمة. زي ما في قانون ضرب في قانون قسمة، وتعالى نستنتج القانون مع بعض. جه قال لي لو أنا معايا 7 أس 8 وهقسمها على 7 أس 3، قلت له عادي، هشد شرطة كسر كبيرة. 7 أس 8 يعني السبعة هتتضرب في نفسها 8 مرات، فدي 1 2 3 4 5 6 7 8، وهنا هتتضرب في نفسها 3 مرات، فدي 1 2 3. دي فيها مشكلة؟ قال لي لا والله يا مستر، دي ما فيهاش أي مشكلة لحد دلوقتي. جيت قلت له حلو، يلا بينا. قال لي هنعمل إيه؟ قلت له سهلة، ما هي 7 من فوق تروح مع 7 من تحت، 7 من فوق تروح مع 7 من تحت، 7 من فوق تروح مع 7 من تحت. اتفضل لي مين؟ اتفضل لي دول. إيه هم دول بقى؟ جه الولد الشاطر قال لي يا مستر دي 7 مضروبة في نفسها 1 2 3 4 5، 7 أس 5. قلت له، قال لي طب اديني مثال تاني عشان انا في دماغي حاجة ويا رب تطلع صح. قلت له تعالى اديلك مثال تاني. ايه هو المثال اللي انا قمت رايح مديهوله؟ قلت له 8 أس 6 على 8 أس 4. قام الولد رايح شد شرطة كسر وقال لي 8 في 8 في 8 في 8 على 8 في 8 وقام رايح ماسك القلم وقال لي 8 من فوق مع 8 من تحت، 8 من فوق مع 8 من تحت، تك 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 تك. اتفضل معاه كام؟ 8 متكررة مرتين يعني 8 أس 2. قال لي الله يا مستر، ده أنا في الضرب كنت بجمع الأسس، اللي اكتشفته هنا في القسمة إن إيه اللي بيحصل للأسس؟ بتطرح. قلت له ولد شاطر جدا، وهو ده فعلا اللي حصل معانا. قلت له في حالة الضرب كان A أس N لما تيجي تتضرب في A أس M كان بيديني A أس N زائد الM. قال لي حصل يا مستر. قلت له وفي حالة القسمة A أس N على A أس M ده بيديني A أس N ناقص الM. حلو، يعني في حالة الضرب بجمع الأسس وفي حالة القسمة بطرح الأسس. قال لي حصل يا مستر. قلت له ولد شاطر جدا، تعالى ناخد شوية أمثلة، بس خد بالك هنا بشرط إن ال A لا تساوي الزيرو، شرط مهم جدا لأن ما ينفعش إيه يبقى عندي صفر، ما لو بصفر تبقى خلاص. جميل، تعالى ناخد شوية أمثلة كتيرة كده ونظبطها مع بعضنا. يلا. قال لنا أول سؤال 7 أس 2 مضروبة في 7 أس 3 بتساوي. السؤال التاني 5 أس 8 على 5 أس 4 تساوي. السؤال اللي بعده قالك 3 أس 5 مضروبة في كام عشان تديني 3 أس 10. حلو. جه بعد كده قالك كام أقسمه على 8 أس 2 عشان يديني 8 أس 3. قلت له تمام.
وجه كده في الناحية التانية كتب كام اللي أضربه في 4 أس 3 عشان يديني 4 أس 5. حلو. بعد كده قال لي -7 أس 9 على نقط تساوي -7 أس 3. بعد كده جه قال لي نصف، ولا دي خليها في صفحة إيه لوحدها، ناخد السؤالين اللي بعدين في صفحة لوحدهم. تعالى نحل دول مع بعض يلا. عمو قال لك في حالة الضرب بجمع الأسس، يبقى 7 و2 و3 5، صح. في حالة القسمة بطرح الأسس، يبقى 5 و8 ناقص 4 ممتاز. هنا نخلي بالنا ده ضرب، يعني الأسس اتجمعت، يعني ناتج الجمع 10 وأنا معايا منهم 5، يبقى المفروض اللي تفضل هنا كام؟ 5. ده قسمة، يعني الأسس هتطرح، بعد الطرح بقت 3 ومعايا منهم 2، كام ناقص 2 يديني 3؟ 5. يبقى الناتج اللي هنا كام؟ 8 أس 5. ممتاز. هنا ده ضرب، يعني أنا بجمع الأسس 3 وكام عشان يديني 5؟ 3 و2. حلو. دي قسمة، يعني أنا بطرح الأسس، 9 ناقص كام تديني 3؟ 9 ناقص 6. تمام؟ تمام. السؤال اللي أنا قلت لك خليه هناخده بعدين، قال لك نصف العدد 2 أس 6 بتساوي نقط. السؤال التاني قال لك ضعف العدد 2 أس 6 بتساوي نقط. 2 أس 6. حلو. تعالى نفهم مع بعض. أدي 2 أس 6 نص، يعني أنا بقسمه على الاتنين بس خلاص. الأساس هو الأساس، واطرح 6 ناقص الواحد ب5، مفيهاش مشكلة. طيب ضعف العدد، ضعف يعني أدي ال2 أس 6، ضعف يعني هضرب في 2، وفي حالة الضرب بجمع الأسس. 6 و1 7. 6 و1 كام؟ 7. لحد هنا فيها مشكلة؟ ما فيهاش مشكلة إن شاء الله. جه في سؤال قال لك 3 أس إكس مضروبة في نقط، فالناتج كان 3 أس إكس زائد الواي. فإيه اللي يتكتب في النقط دي؟ قعدت أفكر شوية، قلت له ده ضرب، يعني الأسس هتطلع مجموعة، وفعلا الأسس طلعت مجموعة. 3 أس إكس أهي، يبقى المفروض اللي هنا تبقى 3 أس مين؟ أس واي، عشان يتجمعوا على بعض. فيها مشكلة؟ إن شاء الله ما يكونش فيها مشكلة. قال لك نقط على 4 أس 5، كان الناتج 4 أس 4. يعني ده قسمة، الأسس حصل لها إيه؟ حصل لها طرح. حلو. ال4 دي وهنا 5، كام ناقص ال5 عشان يديني ال4؟ 9. يعني دي كانت كام؟ 4 أس 9. يبقى 4 أس 9 على 4 أس 5 تديني 4 أس 4. جميل. السؤال اللي بعده قال لي X أس 6 على نقط بتساوي X أس 2. حلو. دي اسم، يعني الأسس هيحصل لها إيه؟ طرح. 6 ناقص كام يديني 2؟ 6 ناقص ال4. يعني هنا إكس ناقص كام؟ أو هنا الإكس أس كام؟ X أس 4. السؤال اللي بعده جه بيقول لي 3 أمثال العدد 3 أس 3. ما هي 3 أس 3 تلات أمثالها، يعني هضرب في 3. وفي حالة الضرب بعمل إيه في الأسس؟ بجمع الأسس. لحد هنا في مشكلة؟ إن شاء الله ما يكونش فيه أي مشاكل. جه بيقول لي إيه؟ اوجد ناتج كل ما يأتي في أبسط صورة. إيه هو بقى اللي كل ما يأتي اللي أنت يا مستر عايز الناتج بتاعه؟ جيت قلت لك 8 أس 4 مضروبة في 8 أس 6 على 8 أس 3 مضروبة في 8 أس 5. قلت لي بس، قلت لك تخيل، قلت لي سهلة يا مستر تعالى نعملها مع بعض. ده ضرب، يعني هعمل إيه في الأسس؟ هجمعه. 8 و4 و6 10. قلت لك شاطر. واللي تحت قلت لي ده ضرب،
وادي 8 و3 و5 8. قلت لك ولد شاطر. قلت لي حلو، خلصت الضرب واللي فوق واللي تحت. بعد كده دي اكتشفت ان بقت قسمة. القسمة يعني ايه؟ بعمل ايه في الاسس؟ يعني بطرحهم يا مستر. قال لي 8 و10 ناقص 8 ب2. خلصت المسألة. خلصت المسألة. جه بعد كده اداني مسألة تانية. الولد بقى مفكرني ان انا مش عارف احلها. قلت له تعالى. قال لي ايه؟ قال لي 4/5 أس 7 على 4/5 أس 5 في 4/5 أس كام؟ -3. قلت له جدع جدا جدا جدا. يلا نحل. قلت له دي قسمة، هنمشي بالترتيب. دي قسمة يعني بعمل ايه في الأسس؟ بطرحها. تبقى 4/5 وسبعة ناقص 4/5 وسبعة ناقص 5 بكام؟ ب2. مضروبة في 4/5 وهنا -3. الواد جه قال لي يا مستر أس سالب، يعني هشيل السالب وأشقلب اللي جوه. أقول له أنت صح بس دي مش هتفيدك هنا. أمال إيه؟ قلت له ده ضرب، هتعمل إيه في الأسس؟ هجمعها. يعني تبقى 4/5 و2 زائد -3 اللي هي هتطلع معاك بكام؟ 2 زائد -3 اللي هي ب1. 2 زائد -3 اللي هي بكام؟ -1. هنا هقول لك تقدر تشقلبها عادي، تشيل السالب وتشقلبها. تطلع كام؟ 5/4. تطلع كام يا صاحبي؟ 5/4. ناخد مثال كمان. ناخد مثال كمان. جه قال لي -3 أس 6 في 6 أس 7 على 6 أس 5 في -3 أس 3. جيت قلت لي يا مستر هي مالها دي صعبة ليه؟ قلت لك ولا صعبة ولا حاجة. انت هنا في حاجة شبه بعض في البسط. استنى كده. البسط ده في حاجة شبه بعض؟ قلت لي لا. المقام ده في حاجة شبه بعض؟ قلت لي لا. قلت لك خلاص طالما ما فيهمش حاجة شبه بعض يبقى انت بتاخد اللي شبه بعض. ايه يا مستر اللي شبه بعض؟ قلت لك اهو. مش ده شبه بعض كده؟ قلت لي اه. وده شبه بعض كده؟ قلت لي اه. ليه؟ لان ده اساسه -3 وده اساسه -3. ده اساسه 6 وده اساسه 6. يلا بينا. ادي 6 7 بس ده اسمه يعني هطرح الاسس. 7 ناقص 5 2 مضروبة في ادي -3 و6 ناقص 3 3. بس كده. دي فيها أي مشكلة؟ ما فيهاش أي مشكلة. حلوة جدا. بسم الله. جه قال لي شوية أسئلة جميلة جدا. منهم مثلا السؤال زي ده. قال لك إيه أس نقط مضروبة في إيه أس 7 هتساوي إيه أس 9. فالنقط دي هكتب مكانها إيه؟ قلت له حلو. ده ضرب، يعني أنا هجمع الأسس. كام زائد ال7 يديني 9؟ قلت له 2. 2 زائد ال7 يديني 9. قال لي صح. قلت له اديني مثال كمان يا مستر عشان اتاكد ان انا بقيت شاطر. قلت له حاضر. جه قال لي a اس -3 مضروبه في a اس نقط بتساوي 1. الله. ايه يا مستر اللي انت كاتبه ده؟ ده هنا مفيش ايه ازاي؟ قلت لك حلو. هو يعني ايه بتساوي 1؟ يعني الايه دي كانت اس صفر. اي حاجه اس صفر ب1. -3 وده ضرب يعني زائد كام تديني صفر. و3 عشان تبقى بصفر لازم أجمع عليها 3. يبقى النقط اللي هتتكتب هنا هتتكتب فيها كام؟ 3. ده في مشكلة؟ إن شاء الله ما يكونش فيه أي مشاكل. طيب ناخد مثال. جه بيقول لك اختصر لأبسط صورة. اختصر لأبسط صورة. اختصر إيه يا عمو؟ قال لك إكس أس -6 مضروبة في إكس أس 2 على إكس أس -4 مضروبة في إكس أس -3 حيث الإكس بتساوي كام؟ الاتنين. حلو. إحنا هنمسك الشكل ده هنبسطه
وبعد كده نعمل إيه؟ نعوض بالإكس. يلا بينا. ده ضرب، يعني هعمل إيه في الأسس؟ هجمعها، هتبقى إكس سالب 6 زائد 2 تبقى سالب 4. اعملها على الآلة، أنت ولد شاطر. وادي إكس، ده ضرب يعني بجمع الأسس، تطلع سالب 7. ممتاز. هقول له بتساوي، دي بقت اسمة، يعني هعمل إيه؟ هطرح الأسس. إكس سالب 4 ناقص 7 تطلع 3. ولما أجي أشيل الإكس وأحط مكانها 2 أس 3 تطلع كام؟ 8. ممتاز. ناخد سؤال كمان. قال لك كي أس 5 مضروبة في كي أس سالب 3 على كي أس سالب 1 مضروبة في كي أس سالب 2 بتساوي. يلا بينا. قال لك ده ضرب، يعني هجمع الأسس. 5 زائد سالب 3 يعني 2. وادي الكي، ده ضرب يعني هجمع الأسس، يعني سالب 3. يلا. ادي الكي بقت اسمة، هطرح الأسس. 2 ناقص 3 تطلع كام؟ 5. وقال لك الكي بتساوي 2، يعني هتروح تشيل الكي وتحط 2 أس 5 تطلع كام؟ 32. تطلع كام؟ 32. ممتاز. لحد هنا أتمنى إن شاء الله إن ما يكونش فيها أي مشاكل. جه قال لنا سؤال. طب تعالى ناخد سؤال. بيقول لك، معلش، بيقول لك 3 أس 2 زائد 3 أس 2 زائد 3 أس 2 بتساوي 3 أس n. فال n دي بتساوي نقطة. حلو. خلينا نفكر. ده جمع، ما ينفعش أروح أقول له إن أنا هجمع الأسس، ما ينفعش. فأنا هعمل إيه؟ لقيت 3 أس 2 و3 أس 2 و3 أس 2. المستر قال لي هاخدها عامل مشترك. لما تاخد 3 أس 2 من هنا يتفضل لك 1، لما تاخد 3 أس 2 من هنا يتفضل لك 1، لما تاخد 3 أس 2 من هنا يتفضل لك 1. ممتاز. أدي 3 أس 2. 1 زائد 1 زائد 1 ب3. ممتاز. ده ضرب دلوقتي. 3 أس 2 لما تتضرب في 3 أدي 3، فهجمع الأسس. 2 زائد 1 3، يعني 3 أس 2 زائد 3 أس 2 زائد 3 أس 2 هي 3 أس 3. يعني 3 أس n هي 3 أس 3. يبقى ال n بكام؟ ال n ب3. ال n بكام؟ ال n ب3. طب تعالى ناخد مثال تاني شبهه. قال لك 2 أس a زائد 2 أس a دي هتساوي كام؟ انت جاي قلت له هاخد 2 أس a عامل مشترك، اتفضل لي 1 زائد 1. فهتبقى 2 أس a مضروبة في 2. الأساس 1 فتبقى a زائد الواحد. a زائد الواحد. a زائد الواحد. وشوف هو عايز يعوض عن ال a بكام. ممتاز. ناخد سؤال كمان. قال لك ربع العدد 2 أس 5. 2 أس 5 ربعها يعني هقسم على 4. هتقول لي ما هو مستر 2 أس 5 على 4 ما هتنفعش. قلت لك طب ما تركز. 2 أس 5 أهو. الأربعة دي مش هي 2 أس 2؟ قلت لي قلت لك بس الأساس 1 وأعمل إيه في الأسس؟ أطرح تبقى 2 أس 3. شفت الموضوع سهل، بس هو محتاج شوية تركيز صغيرين جدا. محتاج شوية تركيز صغيرين. جه قال لي إذا كان ضعف العدد 2 أس 11، يعني 2 أس 11 أما أجي أضربها في 2 هتساوي 2 أس إكس، لأن الإكس دي بتساوي نقط. جيت قلت له سهلة. 2 أس 11 في 2 هي 2، وبجمع الأسس هتبقى 12 بتساوي 2 أس إكس. فالأساس هو الأساس، إذا الأس هو الأس، يعني الإكس هتطلع بكام؟ الإكس هتطلع ب12. كده نقدر نقول الحمد لله الدرس الأول انتهى بالكامل.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.